أهلا بكم. موضوع اليوم: المغرب ساحة حرب تجارية عالمية قادمة، كيف ذلك؟ تابعوا إلى نهاية الفيديو لمعرفة التفاصيل. يتجه المغرب بخطوات متسارعة ليصبح مركزا صناعيا عالميا في مجال السيارات الكهربائية، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كبوابة بين أفريقيا وأوروبا، وكمحور رئيسي ضمن المنافسة التجارية العالمية المتصاعدة. تقرير صادر عن معهد تشاتام هاوس البريطاني يشير إلى أن المغرب قد يكون مكسيك أوروبا، وهو وصف يعكس طموح المملكة في استقطاب الصناعات الصينية المتقدمة وتوطينها لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والأفريقية، في وقت تتصاعد فيه القيود الحمائية من أوروبا والولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية. زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمغرب في نوفمبر الماضي كانت خطوة استراتيجية تؤكد أهمية المغرب في تعزيز الهيمنة الصينية على سوق السيارات الكهربائية. ما يعزز هذه الرؤية هو امتلاك المغرب 72% من احتياطيات الفوسفات العالمية، بالإضافة طبعا إلى معادن أخرى ضرورية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. إلى جانب ذلك يتمتع المغرب ببنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، شبكات نقل بري، وسكك حديدية، إضافة إلى قوى عاملة ماهرة واستقرار سياسي يجعل المملكة وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية. التقرير يرى أن المغرب يعتمد على استراتيجية مرنة وذكية تسعى لحماية مصالحه الوطنية دون الانحياز لأي طرف في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. هذه المرونة قد تجعل المغرب نموذجا يحتذى به في دول الجنوب العالمي، لكن السؤال الكبير الذي يطرحه التقرير هو: هل يستطيع المغرب الموازنة بين الحفاظ على علاقاته مع الغرب والانفتاح على الصين دون أن يصبح ساحة لمعركة تجارية عالمية؟ الصين تسعى لتجنب القيود الأوروبية الجديدة على سياراتها الكهربائية من خلال نقل الإنتاج إلى الخارج، والمغرب يبدو خيارا مثاليا لهذا التوجه. قدرات المغرب التكنولوجية والبشرية أثبتت جودتها في قطاعات مختلفة، من صناعة الطائرات إلى الإلكترونيات والسيارات. اليد العاملة المغربية معروفة بجودة أدائها وسرعة تكيفها مع التكنولوجيا الحديثة، كما أن المغرب استفاد من اتفاقيات التبادل الحر مع عدة دول، مما يسهل تصدير منتجاته بما في ذلك السيارات الكهربائية إلى أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا دون ضرائب مرتفعة. لكن هناك تحديات تقنية وسياسية قد تعرقل هذا الطموح. مقارنة بالمكسيك التي تبنت نظاما تعليميا مزدوجا يركز على التكوين المهني، يحتاج المغرب إلى تطوير نظامه التعليمي بما يتماشى مع متطلبات الصناعات المتقدمة، كما أن الضغوط السياسية خصوصا من الولايات المتحدة قد تضع المغرب في موقف صعب. السياسات الحمائية الأمريكية التي تعززت خلال عهد ترامب قد تعود بقوة، مما يزيد من صعوبة الموازنة بين الشراكة مع الصين والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن. على الجانب الأوروبي الموقف يختلف. أوروبا ليست في منافسة مباشرة مع الصين على السيارات الكهربائية، لكنها بحاجة للمغرب لتحقيق أهدافها في التخلص من محركات الاحتراق بحلول عام 2035، كما أن أوروبا تعاني من أزمات اقتصادية تجعلها بحاجة أكبر للتعاون مع المغرب، مما يمنحه قوة تفاوضية. ومع ذلك فإن قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب في مجالي الزراعة والصيد البحري قد يعقد العلاقات في المستقبل. ما يميز المغرب في هذا المشهد هو امتلاكه أوراق ضغط استراتيجية. اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة التي كانت محل انتقاد في بداياتها أصبحت اليوم ميزة تنافسية، إذ يمكن للصناعات الصينية في المغرب أن تصل إلى السوق الأمريكية
دون أي قيود جمركية كبيرة، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الصيني المغربي. علاوة على ذلك، فإن المغرب يعد بوابة للصين للوصول إلى الأسواق الأفريقية، وهو ما يجعل المملكة مركزا ثلاثي الاتجاهات يربط بين أوروبا، إفريقيا وأمريكا. ومع ذلك يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة المغرب على الحفاظ على توازنه في ظل هذا الصراع التجاري العالمي. الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق عام 2017 يعكس ميلا نحو الصين، لكنه لا يعني التخلي عن الشراكات التقليدية مع الغرب. المغرب يدرك أن التنافس بين القوى الكبرى قد يكون فرصة لتعزيز مكانته الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى إدارة هذا التنافس بحذر. الولايات المتحدة وأوروبا قد تحاولان فرض قيود على التعاون المغربي الصيني، لكن المغرب يمتلك من الاستقرار السياسي والموارد الطبيعية والبنية التحتية ما يجعله لاعبا صعبا في هذه اللعبة. في النهاية يبدو المغرب مستعدا للعب دور محوري في مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، سواء من خلال استغلال موارده الطبيعية أو تعزيز شراكاته الاستراتيجية. نجاحه في تحقيق هذا الطموح يعتمد على استمراره في تطوير بنيته التحتية، تحسين نظامه التعليمي، وإدارة علاقاته الدولية بذكاء. المغرب ليس مجرد لاعب في هذه المعركة التجارية العالمية، بل قد يكون أحد الفائزين الكبار إذا استطاع تجاوز التحديات بمرونة واستراتيجية مدروسة. دعونا نناقش ونتبادل الآراء في التعليقات. إلى اللقاء.